شفت قبل كده هجوم مجنون كده من النحل؟ لما شاف الخطر بطوط استخدم قصريه زرع كدرع، وخايف على نفسه قرر يقوي الحماية بسدادة. النحلة شافت الدنيا بتخرج عن السيطرة، لكن كان فات الأوان إنه يوقف اللي بيحصل. كل اللي قدر يعمله إنه يسلم أمره للقدر. بعدها النحلة لقى مجموعة أشواك صبار، من غير ما يفكر كتير اختار أكبر واحدة وغرزها فيه، وبعدين بدأ الهجوم تاني. وطلع إن هدف النحلة كان إنه يجمع لقاح أكتر. جات له فكرة إنه يستخدم جردل علشان يحمل فيه اللقاح، لكن الحمل كان تقيل قوي عليه إنه يطير بيه، فقرر يرجع بنفس الطريق اللي جه منه، ورجع فعلا للخلية بتاعته. الخلية دي كانت معمولة من تانك بنزين جرار قديم، وفي لحظة فضل اللقاح جوه التانك وبدأ العسل ينزل من فلتر الزيت. النحلة كان في قمة الفرحة، على طول خرج في مهمة جمع جديدة. في الطريق قابل بطوط، بسرعة دخلوا في خناقة شرسة. بطوط ما اكتفاش إنه يدوق العسل بس، النحلة بسبب حجمه الصغير ما قدرش يصمد، ولما حاول يهرب بطوط خطرت له خطة لو لقى الخلية يقدر ياخد عسل أكتر، وعلى طول بدأ يدور. لكن النحلة لمح أثره، من غير تردد رمى جردل اللقاح على جنب وكأنه ما عملش حاجة وجري بسرعة. في اللحظة اللي بعدها حاول النحلة يتخفى وسط الزهور، لكن بطوط كشفه من أول نظرة. اتعصب النحلة وضرب إيد بطوط جامد فوقف شوية، لكن بطوط ما استسلمش، راح جاب علبة حبر وغير خطته. النحلة من غير ما ياخد باله وقع في الفخ وسب آثاره وراه. بطوط كان مبسوط بخطته، استخدم عدسة مكبرة علشان يتبع الأثر، لكن أول ما اكتشف إنه اتخدع لف وجرى. النحلة استعمل عصيتين من الخيزران علشان يضحك على بطوط، افتكر إن كل حاجة خلصت، لكن بطوط كان لسه عنده حركة تانية. عمل بتلات مزيفة من شريط لاصق وحط خيط تتبع فيها، واستبدل واحدة حقيقية بالمزيفة أول ما وصل النحلة. خطته كانت ماشية زي ما هو عايز، وبطوط بحماس جري وراه تاني، لكن ما كانش يعرف إنه واقع في فخ النحلة. النحلة كسر فرع فيه لسعة نحل واستخبى يتفرج على اللي هيحصل.